يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده اول يوم رمضان، عندي النهارده عزومه. كل سنه متعودين ان اول يوم رمضان بنكون احنا اللي عازمين، وانا عن نفسي بحب جدا التجمعات وبحب اعمل كل حاجه حلوه لاي حد جايلي. فجهزت شويه حاجات من امبارح هتشوفوها في الفيديو اللي قبل ده على طول. ودلوقتي بقى هدخل على المطبخ على طول عشان اكمل باقي الحاجات اللي المفروض اعملها، وهوريكم معايا باذن الله خطوه بخطوه كل اللي انا هعمله. فتابعوا معايا الفيديو لحد الاخر. وبعد العزومه هنشوف كده برضو اذا كنا هنكمل اليوم ولا هنكمل اليوم باذن الله في فيديو تاني. المهم تابعوا الفيديو لحد الاخر وانتوا هتعرفوا بالظبط انا هعمل ايه. هسمي الله كده وابتدي بقى باذن الله كده واخلص ان شاء الله والحاجه تطلع زي ما انا عايزه. اول حاجه، اول لما قمت من النوم طلعت العصاير اللي انا عملتها من امبارح من الديب فريزر، عشان انا حطيتها في الديب فريزر قبل ما انام، وسبتها هنا كده في صينيه على الرخامه عشان هي اتجمدت شويه فتلحق ان هي ايه تفك. ولو فكت قوي وحسيت ان هي سخنت هبقى ادخلها التلاجة تاني. وحضرت هنا كمان السمنه، وحضرت الاسباتشولات، وكمان هنا بصل في طبق كده وسكينه عشان ده هيتقشر ويتعمل في الكبه. وكمان كنت مطلعة بقى قبل ما انام كل الحاجات اللي انا عايزاها تفك علشان خاطر هستخدمها دلوقتي بإذن الله. وكمان حضرت هنا كل الحلل اللي انا محتاجة استخدمها والطاسة دي، وفي طبعا صواني لسه هبقى اطلعها برضو. المهم كل الحاجات اللي انا افتكرتها ان انا عايزة استخدمها حاليا حاولت ان انا احضرها جنبي زي ما انتوا شفتوا كده، علشان الدنيا تبقى سهلة عليا واسحب منها على طول. تعالوا بقى كده نشوف هنبتدي بايه. بدأت اول حاجة ان انا اعصج اللحمة، فرمت البصل وحطيت اللحمة، وبحب قوي احط على العصاج ال11 بهار دول بتوع الكنور، حلوة جدا، بتخلي طعمها حلو قوي لان هي بهارات مشكلة كده فطعمها بيبقى تحفة بصراحة. وكمان بحط شوية فلفل اسود واسيبها بقى تتعصج، بس انا بحط بقى للعصاج الملح في الاخر عشان بحس ان الملح بيخليها تنزل مية كتير لو حطيته في الاول. فببتدي بقى اقلب كل ده كده مع بعض. وطبعا هي ما بتاخدش بقى وقت على النار خالص لحد لما تتعصب كده اكون انا بقى ايه رحت اشوف هعمل ايه تاني. طفيت على العصاب كده خلاص، وانا عامله كميه كبيره كده قصده علشان اللي هيفيض هشيله في الفريزر ينفعني في اكله تانية بعدين بالمره، بما اني كده كده بعصج لحمه. واللحمه دي برضو هقسمها، هاخد جزء منها احط عليه فلفل الوان للجلاش، والجزء التاني هستخدمه في حاجه تانية. وهنا بقى ولعت على طاسه فيها زبده علشان هشوح فيها لحمه تبلتها خلاص. وهشوح جزء جزء، الجزء اللي هشوحه هنا هطلعه احطه في الحله هنا لغايه ما اخلص الكميه كلها، علشان بعد كده ابتدي اكمل التسويه بتاعه اللحمه في الحله دي. الزبده بقى سخنت خالص او السمنه يعني، هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم احط بقى اللحمه ايه شويه بشويه كده على قد الطاسه، وبعد كده انقلهم في الحله يا دوبك بس ايه ياخدوا صدمه في الطاسه هنا في السمنه كده، وانقلهم بقى الناحيه التانيه. كده بقى خلصت كمية اللحمة كلها، شوحتها كلها خلاص. هبتدي بقى احط لها شوية مية بتغلي، وانا طبعا متبلاها من الاول بال11 بهار برضو بتاعت كنور وفلفل اسود، بس برضو لسه مش حاطه ملح، الملح بيبقى في الاخر خالص. فهحط شوية مية كده واغطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها خالص، وفي الاخر ابقى ازود الملح بقى بتاعها. العصاج بعد ما برد اخدت بقى شويه حطيتهم في كيس تلاجة وهخليهم جنبي هنا على الرخامه، احتمال احتاج ازود، ما احتاجتش يبقى هيتشالوا في الديب فريزر بقى كده خلاص وينفعوني بعدين زي ما قلت لكم. وكمان هنا عايرت الرز اهو علشان يبقى جاهز معايا. وبعد كده تعالوا اوريكم عملت ايه كمان. جهزت بقى كمان الحشوة بتاعة الجلاش، اخدت برضو شوية من العصاج وحطيتهم في الطاسة دي، وقطعت الفلفل الالوان ده وحطيته عليه وسبتهم كده يتقلبوا مع بعض شوية عشان الفلفل يدبل. فدي كده الحشوة بتاعة الجلاش برضو ايه خلاص جاهزة معايا. وهنا ولعت بقى على باقي العصاج علشان انا عايزة اعمل رز بالخضار. هحط بقى على العصاج هنا شوية فاصوليا، وكمان هحط شوية بسلة وشوية جزر علشان هيبقى الرز بالخضار وباللحمه المفرومه. يا رب يعجبهم، بس علشان انا مش عارفه هل هم بيحبوه ولا لا، بس هو بيبقى طعمه بصراحه تحفه قوي، غير ان هو كمان بيبقى مغذي. انا مش هكتر فاصوليا اكتر من كده، وهشوف اذا كنت هحتاج بقيه كيس ولا لا. هحط بقى كمان شويه بسله هنا كده. انا قلت ايه بدل ما يعني اطبخ الخضار اعمل الخضار بالصلصه يعني، وبصراحه في الصيام بيبقى تقيل وبيتساب محدش تقريبا بياكله،
فقلت لا ادخله في الرز كده احسن ويبقى منه تغيير برضو. هكتفي بالبسله دي كده برضو. هحط بقى شويه جزر. زودت الجزر. هزود بقى شويه فلفل اسود مش كتير لان طبعا العصاج كان فيه فلفل اسود، بس طبعا عشان بقى الخضار والرز وكده انا بحب الحاجه تبقى يعني متبله كويس. وبعد كده هحط برضو مكعبين مرقه لحمه، بما انها بقى الرز طبعا بالعصاج فمش هينفع احط مرقه فراخ، فهحط مرقه لحمه. فهشوح بقى ده كله كده مع بعض، اسيبه كده يتشوح والخضار يدبل شويه، وبعد كده بقى ايه ازود الميه، وبعد كده اسيبه بقى يستوي الخضار شويه صغيرين، واروح بعد كده بقى احط في الاخر خالص ايه الرز. طبعا انتوا حاسين ان هي كميه كبيره، انا عامله كميه رز كبيره علشان هو ده الطبق الاساسي يعني النهارده جنب اللحوم طبعا وكده. ويعني بألف هنا وشفا، ويا رب الاكل كله يخلص. اللي يتاكل يتاكل، واللي يعني ان حاجه فاضت، بس انا ما بحبش حاجه تفيض بصراحه، بيبقى نفسي ان الاكل يخلص على طول. هتفضل لبكره عادي جدا، مفيش حاجه بتخسر ولا حاجه بتترمي ولا اي حاجه خالص، وهتنفعني بكره. اي بواقي هتتبقى هتنفعني بكره. اتاكل الاكل كله يبقى بألف هنا وشفا، وبكره نعمل بقى حاجه تانية باذن الله. حطيت بقى دبابيس الفراخ اللي انا كنت متبلاها معاكم في الفيديو اللي فات من امبارح بالليل في صينيه كده، وغطيتها فويل عشان تخش الفرن. وهنا بقى كمان ايه حطيت خلاص الرز وسايباه يتشرب عشان اوطي عليه. وهنا بقى بعمل شوربه عشان هعمل ملوخيه ولسان العصفور. خلصت بقى كمان صينيه الجلاش خلاص. بصراحه كنت محتاره اعملها صينيه عادي مربع يعني واقطعها مربعات، ولا اعمله ملفوف. وقلت بقى هشوف حسب الوقت، لو في وقت هعمله ملفوف، مفيش وقت يبقى هرصها عادي. فالحمد لله لقيت ان الوقت لسه يعني بدري، والملفوف ده انا بحسه ان هو احلى بكتير جدا من اللي هو بيبقى مرصوص ده. بحس كده الواحده بتبقى بوحدتها وكلها حشو وبتبقى مقرمشه كده شويه، فبيبقى احلى قوي بصراحه. فاقطعه بقى كده وادخله الفرن. وكمان بعد ما ادخله الفرن عايزه اعمل صوبيا. هجهز بقى الصوبيا علشان اعملها واحطها في التلاجة برضو تسقع شويه. جهزت بقى كمان الملوخيه، فاضل على التقليه كده بس. بحب اعمل التقليه كده في الاخر. والجلاش خلاص خد نص سوا كده في الفرن. هعمل له بقى التشريبه بتاعته اللي هي بيض وفلفل اسود، بيضه واحده كده، وكمان شويه لبن، حوالي كوبايه لبن، واقلبهم بقى كلهم مع بعض، واطلع الجلاش كده من الفرن اسقيه بيه وادخله الفرن تاني. بصوا طالع شكله بجد تحفه، وريحته بقى يعني اللهم اني صائمه، ريحته بجد خطيره خطيره يعني ملت المطبخ كده. الخلطه بتاعه اللحمه المفرومه مع الفلفل الالوان مع التوابل اللي انا حطيتها للحمه بجد بتخلي الريحه تحفه بجد بمعنى الكلمه. هسقيه بقى كله كده الصينيه كلها، وادخلها بقى الفرن تاني. بتطلع بقى محمره كده، وبيبقى شكلها وطعمها في منتهى الجمال. انا عن نفسي زي ما قلت لكم كده بحب اللي هو الصوابع ده اكتر بكتير جدا جدا من اللي هي بتبقى الصينيه المرصوصه. هروح بقى ادخله الفرن ويبقى كده تقريبا فاضل لي خلاص الحمد لله لسان العصفور والصوبيا. حمرت بقى لسان العصفور خلاص كده. بحب احمرها قوي علشان خاطر لو بيضه بحس ان هي يعني بتشرب الشوربه قوي، لكن كده بتبقى يعني الشوربه خفيفه فاهمين. فبسم الله الرحمن الرحيم كده. الشوربه هنا غليت اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. بس هسيبها بقى تستوي كده براحتها خالص لحد لما اروح اجهز الصوبيا واطلع بقى الجلاش من الفرن. وبكده ان شاء الله ان شاء الله اعتقد ان انا هكون خلصت. فاضل لي بقى تحضير الاطباق والكوبايات. الصوبيا انا بعمل صوبيا كده جاهزه اسمها عمان، حلوه قوي. الكيس ده بيبقى على قد لتر لبن. انا حطيت من العلبه كده شويه هنا في الشفشق بتاع الهاند بلندر، وهضربهم كويس قوي، وبعد كده ازود بقى عليهم اللبن، وبعد كده يعني ادوبهم كويس قوي مع بعض، وافضيهم بقى في ازازه واحطهم شويه في التلاجة. وكنت ناسيه خالص ان انا لسه اصلا ما عملتش التقليه بتاعه الملوخيه. فاخلص الصوبيا احطها في التلاجة وعلى طول اعمل تقليه الملوخيه، ويبقى كده الحمد لله تمام. جهزت الترابيزه هنا كده في الليفنج، فيها تمر، فيها ميه
وفيها اطباق وشوك كده عشان الحلويات. وكمان الصينيه دي هطلع فيها الازايز بتاعه العصاير كلها من التلاجة، وكوبايات للعصير والمناديل، علشان ايه احس ان انا مش محتاجه حاجه. مجرد ما الاذان يأذن كده، اللي عايز بقى يشرب ميه، اللي عايز تمر، اللي عايز عصير، تبقى كل حاجه كده قدامه. واخيرا الحمد لله كده كل حاجه خلاص بقت جاهزه. البنجر اهو، والدبابيس الفراخ طلعت من الفرن، والجلاش استوى، وهنا كمان الملوخيه، وادي لسان العصفور، والرز اللي بالخضار واللحمه المفرومه، واللحمه اللي بالزبده، وادي كمان البطاطس الكروكيت. فاضل ان هي تتقلي، بس عشان تبقى سخنه بتتقلي بقى ايه كده في الاخر يعني. حضرت لها هنا طاسه كده فيها زيت علشان اقليها فيها. ولو عرفت بقى اكمل معاكم بقيه اليوم هكمله، معرفتش اعتبروا بقى ايه ان الفيديو انتهى لحد كده. لكن لو عرفت اكمل ان شاء الله تلاقوا بقى باقي الفيديو موجود. فيا اما اشوفكم على خير في باقي الفيديو، يا اما اشوفكم على خير في فيديو جديد. الحمد لله اليوم عدى على خير، والعزومة عدت على خير، وكلنا الحمد لله كنا مبسوطين جدا جدا. عايزة بقى اخدكم جولة كده في الشقة علشان تشوفوا البيت بعد العزومة. بس طبعا دي حاجة مش بتزعلني نهائي نهائي، لان مجرد ان انا اتجمع كده مع الناس اللي احنا بنحبهم ونقعد قعدة حلوة، ده بيهون عليا اي تعب انا بتعبه، سواء قبل العزومة او حتى اللي هتعبه بعد العزومة. وكل التعب ده بيعدي ولا بيفرق معايا نهائي. بس هوريكم كده البيت بقى عامل ازاي، وان شاء الله ان شاء الله بعد بقى ما اخلص كل اللي ورايا. بس اعتقد انه مش هيكون دلوقتي، لان احنا دلوقتي الوقت متأخر، الساعة دلوقتي 12. فيعني اللي هقدر هلمه دلوقتي، واللي مش هقدر يبقى بكرة بقى بإذن الله. لان طبعا يعني متبقي عندي اكل كتير جدا 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 الحمد لله. فبكرة كده انا مطمنة مش هعمل اكل خلاص. فالوقت كله هيكون بقى ايه لتوضيب البيت ولم المطبخ. المهم تعالوا اوريكم بقى البيت عامل ازاي، وبعد كده باذن الله هنشوف بقى اذا كنت هشتغل النهارده في حاجه، ولا بقى هتشوفوا الحاجات اللي انا هعملها في الفيديو الجاي باذن الله. فيلا بينا كده مع بعض كده جوله سريعه اوريكم بعد العزومه منظر البيت بقى عامل ازاي. تعالوا نبدأ أول حاجة كده بالصالون، علشان المكان ده احنا مش بنقعد فيه تقريبا خالص، فبيبقى فيه حاجات بسيطة خالص هي اللي محتاجة تتظبط وترجع في أماكنها. فالموضوع بيكون هنا يعني سهل جدا، مفيهوش أي حاجة. وبعد كده بقى طبعا السفرة، علشان طبعا السفرة هي اللي احنا بناكل فيها، وبرضو ما فيهاش حاجة قوي. الكراسي هترجع في اماكنها، وتحت الكراسي كده يتكنس ويتمسح مكان ما اكلنا، وبرضو بس كده. فالموضوع برضو بسيط جدا. تعالوا بقى ندخل بعد كده على المطبخ، لان طبعا المطبخ بيكون هو اكتر مكان محتاج توضيب، ومحتاج ان هو يعني ايه يتظبط قوي، هو والليفينج. فده كده شكل المطبخ. وانا بصراحة شغلت الغسالة على شوية مواعين علشان ابقى يعني ايه خلصت شوية منها كده. فبعد كده هطلع بقى المواعين اللي هنا، وهدخل بقية المواعين اللي محطوطة بره دي لسه. وفي حاجات بقى هعملها النهاردة، وفي حاجات لا مش يعني مش مهم لو ما عملتهاش. فكل الحلل اللي على البوتاجاز دي كده لسه فيها اكل، فيها بواقي اكل او فيها اكل كتير كمان يعني. فكل ده هيتفضى ويدخل التلاجة. دي حاجة لازم اعملها النهاردة بإذن الله، طبعا قبل ما انام. وعايزة اقول لكم بقى على حاجة حصلت معايا للأسف زعلتني جدا، وهي ان البطاطس الكروكيت فكت في الزيت. مش عارفة هل الغلطة كانت مني ولا ايه، الله اعلم. بس انا طلعتها بدري شوية من الفريزر، فحسيت ان هي فكت شويه زياده يعني، وهي المفروض كانت تبقى متجمده. وبرده كنت مستعجله، كان المغرب قرب يأذن خلاص، فالزيت تقريبا انا برده ما سبتوش يسخن كويس، يعتبر كان بارد، وهي بتحتاج زيت سخن جدا. فالمهم يعني قدر الله ما شاء فعل. فلما فكت بالطريقه دي فخلاص الطبق ده بقى اتلغى من العزومه، ما نفعش ان انا اقدمه، لان كان خلاص ما فيش وقت. رجعت بقى كل الكميه الفريزر تاني علشان تتجمد، وبعد كده بقى هشوف يا ترى الغلطة كانت فين. بس يلا الحمد لله على كل شيء، مفيش اي مشكلة خالص. وهنا الدنيا تعتبر الى حد ما متظبطة، مفيش حاجة. الموضوع برضو باذن الله هيكون سهل وبسيط خالص. بس يعني ايه انا كده كده بكرة عندي اكل، ف يعني مش هيبقى اليوم رايح في المطبخ والاكل، هيبقى عندي وقت ان انا اظبط كل الحاجات اللي عايزة تتظبط في البيت. تعالوا بقى نروح على الليفينج ونشوف برضو المنظر هناك عامل ازاي. ده كده بقى الليفينج. طبعا في حاجات لازم تتعمل حاليا،
وفي حاجات يعني برضو ايه عادي مش مشكلة ممكن تكمل بكرة. كل الترابيزة دي لازم تتلم دلوقتي حالا، الحاجات اللي هيخش التلاجة واللي هيخش الفريزر واللي هيتحط في الحوض. المهم ان ايه الترابيزة دي اهم حاجة تخلص النهاردة بإذن الله، لكن باقي الأوضة برضو تتظبط في اي وقت مفيش مشكلة. فبإذن الله بإذن الله كل حاجة هتخلص بين النهاردة وبين بكرة. ويعني المهم ان احنا قضينا يوم حلو واتبسطنا كلنا مع بعض، واليوم عدى على خير والعزومة كانت حلوة الحمد لله. فاحنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم بقى قريب في فيديو جديد.